تفتكر التكرار ده صدفة ولا رسالة لسه انت ما فهمتها؟ نفس النوع من المشاكل، نفس المشاعر ونفس الضغوط بتتكرر في حياتك بصورة غريبة. في الغالب نحن بنفتكر انه المشكلة في الناس او في الظروف، او نحن ما محظوظين ونفضل منتظرين الناس تتغير او الظروف تتحسن. لكن بعد فترة بتلقى انه المشهد ده بيتكرر والتعب النفسي بيتكرر معه، فنبدأ نحس نفسنا اننا عالقين في نفس الدائرة. كده خلينا بالراحة نمشي للجذور. في إدارة الضغوط في حاجة مهمة جدا جدا لازم نفهمها. الحدث ذات نفسه ما دايما هو سبب المعاناة، مرات السبب الحقيقي هو الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الحدث ده، لأنه كل مرة الموقف ده بيحصل بيتفعل نفس الخوف أو نفس الجرح أو نفس الإحساس بعدم الأمان، فبنرد بنفس الطريقة ونعيش نفس الضغط مرة ورا مرة ورا مرة. عشان كده بدل ما نسأل ليه الموقف ده بيتكرر، ممكن نسأل نفسنا شنو الموقف ده قاعد يوريني عن نفسي، شنو الشعور اللي بيظهر كل مرة، وشنو الأفكار اللي بتجيني، وشنو الحاجة اللي أنا بخاف منها لما الموقف ده يحصل. لأنه في أغلب الأوقات الموقف ده ما جاي عشان يعذبك، في مرات كثيرة الموقف ده جاي عشان يكشف لك حاجات انت محتاج تشوفها. مرات كثير التغيير الحقيقي ما بيبدأ لما تتغير الظروف، بيبدأ لما تفهم نفسك وتغير طريقة استجابتك للضغوط. في أغلب المرات بنكتشف إنه نفس الموقف اللي كان بيتعبنا زمان بقى ما عنده نفس القوة علينا، وده جزء مهم جدا من إدارة الضغوط، إنك ما تتحكم في الأحداث لكن تتعلم كيف تتعامل معاها بطريقة مختلفة.